وبركاته. أهلا بك يا صديقي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. بداية، القمة 131 تحت السيطرة الأهلوية. الأهلي وكالعادة يا سادة هو نمبر 1 نمبر 1. الأهلي إن شاء الله بإذن الله كده هيركب كده إن شاء الله بإذن الله جدول الترتيب. عندنا ماتش كمان يومين، نكسب الماتش إن شاء الله. عندنا مباراة مؤجلة تكسبها تعتري صدارة الجدول، ولكن الأهلي يخطو أولى خطواته المسار الصحيح من بوابة الزمالك. قلت اللي هيكسب بكرة هيصدر للتاني مشاكل كبيرة، خاصة الأهلي لو كسب الزمالك هيغرق الزمالك، هيغرق السفينة بتاعته. لفيريرا يعني النهارده بالغ يعني كتير قوي في الدفاع، وركن للدفاع بعد الهدف اللي جابه. ولكن احنا اتكلمنا في البدايه عن التشكيل، ولكن قبل اي حاجه الاهلي طبعا النهارده لعيبه الاهلي كانوا لعيبه رجاله. قبل الاداء الفني، قبل اي حاجه، كان عندهم اصرار وعندهم عزيمه على الرجوع، وان هم يفرحوا الجمهور، وان هم يحطوا نفسهم على المسار الصحيح، وتعهدوا واوفوا بالعهد ان هم لازم يكسبوا المباراه النهارده. وقد كان. بدأ التشكيل عماد النحاس النهارده باحمد نبيل كوكا. كان عندي علامه استفهام كبيره عليه قبل اللقاء، قلت ان مصطفى العش يبدا، ولكن النهارده احمد نبيل كوكا من نجوم المباراه، عمل ماتش كبير النهارده. بزيرة لم يحضر الماتش سواء في كره واحده بس في بدايه اللقاء. مروان عطيه كان بادئ مش احسن حاجه، بدأ باتنين ميس باص كده في وسط الملعب. اول ما شفته كده قلت لا، ده مش مروان عطيه خالص. ده يعني من النادر انك تشوف مروان عطيه بيعمل ميس باص سهل جدا، اتنين ميس باص في بدايه اللقاء على طول. قلت هو النهارده مروان مش في حالته خالص. لذلك الامر بدا بقى يعني بزيرة خده في واحده كده في بدايه الشوط. لازم كنت اعترضه، حتى يعني هو لو حط الكره في المساحه انا اعترض، احط جسمي معاه، احنا وشنا في وش بعض، اقف اعطله من غير بدون اي انذار، بدون اي حاجه خالص، وعطل الهجمه. لكن سابه بمنتهى السهوله، خده في المساحه وراح. يعني عندنا مشاكل كبيره جدا في بدايه الشوط الاولاني، خاصه في اول 10 دقائق. هنيجي برضه للحته بتاعت مروان دي، ولكن هتكلم على التشكيل. قلت برضه على طاهر محمد طاهر ما ينفعش خالص يبدا بدايه اللقاء. قلت حسين الشحات هو الاقدر والاحق، وكذلك في الماتشات الكبيره اللي زي دي. حسين الشحات عنده تمرس، لعيب كبير، لعيب حريف، عنده النمطيه، عنده فكر لعيب حريف يقدر يصنع لك الفارق. ولكن برضه كالعاده طاهر محمد طاهر في التشكيل، بحس ان احنا يعني ملناش رؤيه خالص، او ان انا حاسس ان احنا بنشوف حاجات تانية مختلفه. كل الدعم الكابتن عماد النحاس النهارده قدم مباراه كبيره خاصه في التغييرات. ولكن طاهر محمد طاهر علامه استفهام كبيره جدا جدا جدا، هرجع له دلوقتي. ولكن في بدايه اللقاء زي ما قلت مروان عطيه وسط الملعب كان فيه مشكله كبيره جدا جدا. اللعيبه كلها مرحله قدام، ضاغطين بس ضغط عشوائي بدون اي فاعليه في الضغط. لازم يكون في ضغط ايجابي، في ضغط عشوائي وضغط ايجابي. ضغط ايجابي ان انا بخش على اللعيب، ببقى قريب منه ما اخلوش يعرف يطلع بالكوره. ولكن الاثنين كانوا طايرين، الاثنين محمد علي بن رمضان وتريزيجيه قدامه وسايبين وسط الملعب، وكذلك الامر في ظهرهم مروان عطيه. خدوا بيزيرة من وسط الملعب لوحده خالص، راح من وسط الملعب فدان ارض بيجري فيه، حطها بعد كده العوديه الدباغ. طلع الشناوي بصراحه ضلمها له، وبرافو شابوه الشناوي النهارده. كان مركز وفي قمه تركيزه النهارده الشناوي، طلع ضلمها له خالص. صد الكوره وتردد بعد كده طلعت فوق عاليه، طلع ياسين مرعي ريحها تاني، خدها الشناوي مسكها، كانت هجمه في منتهى الخطوره في الدقيقه 3. الاهلي كان نازل مش فايق، كان الضغط ضغط عشوائي، ما كانش فيه ايجابيه زي ما قلنا في الضغط. تاني بعدها على طول كرة تاني من ناصر ماهر، طلع له برضه ساب خط وسط خالص. المفروض يبقى في ترحيل. وقلت امبارح ان احنا لازم نلعب يونت واحد كومباكت في 30 متر 35 متر اقصى حاجه، عشان بقى ما نتركش مساحات في الظهر، في ظهرنا. الخطوط كلها متقاربه من الدفاع للهجوم. لازم نلعب في 35 متر مرحل، الدفاع والهجوم يبقى يونت واحد، واحده واحده. ولكن ده ما كانش موجود، خاصة في أول 10 دقايق كان فيها رجالة وفيها عشوائية بطريقة رهيبة جدا، اللي هي ما كانتش لسه جت وسط أرض الملعب.
هذا ناصر ماهر مع ادم قيد عملوا 2 1 2. جري ناصر ماهر من مروان اللي قلت ما كانش مركز خالص في بدايه اللقاء، كان اوت اوف ذا فورم خالص في بدايه اللقاء، خاصه بعد كده بدا يستعيد مستواه وبدا يخش في اللقاء. خدوا ناصر ماهر ودخل عملها 1 2 ما بينه وما بين ادم قيد، خدها ناصر وبقى لوحده خالص حطها، ولكن الشناوي قافل الزاويه، ولكن دخلت بجوار القائم وعدت فرصه خطيره جدا للزمالك. بعد كده بدأ الأهلي بقى خلاص يخش الجيم، وبدأ يتساعد الجيم جزئيا بالطول والعرض في كل حتة في الملعب. حضرنا عدد من الفرص، ولكن بكرة هجيب الكلام ده كله بالحالات وهجيبها كلها واشرحها تفصيليا، الحالات كلها تفصيليا كلها إن شاء الله بإذن الله. لكن النهاردة يعني كنظرة عامة على اللقاء، بدأ الأهلي يخش في الجيم، ويعني النهارده بصراحة اللعيبة كلها كان عندها رجولة وعندها حماس، عندها إصرار قبل الفنيات. الأهلي لسه برضه علشان يعني الأهلي ما بيبالغش في الفرحة، ولكن الاهلي لسه دلوقتي ما جابش، ده ربع مستوى الاهلي، يعني ده لسه ربع مستوى الاهلي. الاهلي لسه لم يعني الاسد هيستفيق ان شاء الله باذن الله، هياكل كل الفرق. الاهلي بقول الاهلي لو رجع للحاله البدنيه بتاعته والفنيه والذهنيه، اقل فرقه هتخش هتاخد ثلاثات مستريح. يعني النهارده الزمالك كان يشيل ثلاثه اربعه مستريح، في ظل كمان ان الاهلي مش في مستواه، في ظل عدد الاصابات الرهيبه اللي عندك مشكله كبيره بدنيا. قلنا المشاكل كلها وعدناها مرارا وتكرارا، ولكن النهارده اللي ميز الاهلي الروح والعزيمه والجماعيه في بعض الكور، فيها بعض الفرديه، ولكن يعني امور تمشي، مش كله فردي، ولكن في بعض الامور تمشي في بعض الفرديه في بعض الالعاب. وهنجيب الكلام ده كله بالحلقات بكره، في حلقه بكره ان شاء الله باذن الله. لكن النهارده كان بما يعني اللي بيميز الاهلي النهارده الجماعيه والاصرار والعزيمه والروح. قلنا الروح، وبعد كده اي حاجه تانية ممكن تكسب تخسر ده وارد، ولكن انا الاقي عندك تديني 100% اللي عندك. اللعيبه كلها بصراحه النهارده ما حدش بخل بنقطه عرق النهارده في الماتش اطلاقا، من اول الشناوي لحد محمد شريف. بصراحه النهارده كلهم عملوا ماتش كبير جدا من حيث الروح ومن حيث العزيمه والاصرار. الجزء الفنيه بقى واللياقه البدنيه والكلام ده كله لسه ان شاء الله باذن الله مع الوقت، مع المدير الفني، مع بدايه خلاص بدات تحط رجلك على المسار الصحيح. وطبعا صدرت كل المشاكل للفرقه اللي قدامك. يعني هتحط الزمالك دلوقتي غرقت السفينه بتاعته، وهيبقى عايز اي منقذ بقى دلوقتي، وهيضطر دلوقتي يعني فيريرا في مشكله كبيره جدا كبيره جدا جدا جدا، لان اصلا هو مع الفرقه الصغيره بيواجه مصايب يعني، وبيواجه كوارث كبيره جدا في ان هو يحل، ما عندوش حلول اطلاقا مع الفرقه الصغيره. فبالك بقى دلوقتي عندك مساحات وعندك تقدر تلعب وتجاري النادي الاهلي. فدلوقتي انت ما فيش عندك برضه حلول في فرق كبيره ولا فرق صغيره، يعني ضعيف فكريا، ما عندوش شخصيه. عنده كوارث كتير جدا في وسط الملعب واتكلمنا عليها. الجون اللي جه الاولاني بتاع النادي الاهلي جه من الحته ديت، وهنشوف ده بكره ان شاء الله معانا برضه. حسين الشحات لما استلم من وسط الملعب، فكان عندنا بقى مشكله كبيره برضه النهارده. يعني على قد كده كل لعيبه كله كان مايل ناحيه الشمال، لازم يكون بقى في حد يستغل الحته اللي في عمق الملعب. احنا اتكلمنا فيها ان عبد الله السعيد على قد ما هو لعيب كبير وبيلعب كوره واحسن لاعب، واتكلمت الكلام ده كله امبارح في برشامه ما قبل الامتحان، بيسيب فراغات كبيره جدا، ما بيقدرش يعمل العمق الدفاعي في الحته اللي هي ما بين السردباكات وما بين وسط الملعب. بيبقى الحته دي فيها مشكله كبيره جدا ما بين عبد الله السعيد وما بين دونجا، وكذلك الامر بالنسبه لناصر ما بيعرفش يدافع في الحته دي. هما الاثنين ضعاف دفاعيا في الحته دي. كذلك الامر بالنسبه لدونجا، دونجا برضه مش افضل حاجه، هو يعني سته ولكن مش افضل حاجه برضه في الحته دي. ما قدرناش نستغل الكلام ده في الشوط الاولاني، كان لازم نحضر ونشوط من الحته دي ونخترق من الحته دي. حصلت اكتر من كوره ما بين محمد علي رمضان وبين شريف، دريب الباص واخترقنا بيها، وشريف دخل بيها وحب يحطها، لو كان ريحها بس من شرقي جنب منه كان هيحطها جون، ولكن هو حب يلفها بشماله بعد ما عمل وانتوما منهم محمد علي رمضان، اتعمل له بلوك واتقفلت. ولكن كان يقدر يريحها لبن شرقي، لو ريحها لبن شرقي على طول كان على يعني على في منطقه البلن هيحطها ببطن رجله على طول في الجون. في الشوط الثاني بدانا بقى الموضوع بدا يعني يختلف جزء، وكل الاهلي كان مسيطر على كل حته في الملعب. خاصه بعد ضربه الجزاء بقى، اشوف ان ضربه الجزاء بتاعت الزمالك يعني
اشوفها التحام عادي يعني، ما فيش، انا كاحمد بشوف والله ما شفت ان فيها التحام خالص يعني من ياسين مرعي، ولكن حسبت ضربه جزاء. الحكم مصر بعد ما تصدت برضه ان هو يرجعها تاني، عايزه تخش باي شكل وباي طريقه. حكم غريب، مش فاهم ليه التحكيم الاسباني يعني، التحكيم الاسباني مش احسن حاجه يعني في العالم، ولكن برضه اصر بعد ما صدها الشناوي وتعملق ونزل لها وشالها من عبد الله السعيد. والله كان قلبي حسوه يعني ان عبد الله السعيد هيضيع ضربه الجزاء دي، وقد كان مضيعها. ومعايا برضه الحاله ديت، عبد الله السعيد وهو داخل يشوط الكوره، لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك الاثنين داخلين في قلب ال 18 يعني، الاثنين مش لعيبه الاهلي بس اللي داخل، لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك، فخلاص الموضوع منهي. لا، اللعيب الحكم مصر ان هو يرجع ضربه الجزاء تتشاط تاني من جديد. لو بصينا على كل ضربات الجزاء في العالم، ان اللعيبه بتخش ضربه منطقه الجزاء قبل ما الكره تتشاط، مفيش مش اللعبه اصلا مش هيستمر، هترجع تاني ضربه الجزاء تتعاد تاني من اول وجديد، سواء كان هنا او هنا هتعاد ضربه الجزاء، سواء اتصدت او دخلت هتعاد تاني ضربه الجزاء. ولكن الحكم هو يعني رصد الف سيف ان الكره لازم تتعاد، لازم الزمالك يسجل منها هدف، وقد كان الزمالك يعني احرز منها الهدف. وبعد كده الزمالك ما بقاش له اي وجود اطلاقا في الهجوم، كله تكتل دفاعي فقط لا غير، مستميتين في الدفاع بطريقه رهيبه. الاهلي بيخترق من كل حته، ولكن ما فيش توفيق خالص. تدريجي قطم بواحده بعمر جابر وحب يحطها ارتو، ولكن ما راحتش احسن حاجه، كان ممكن يريحها لبن شرقي او محمد شريف كان جنب منه، ولكن اهدرت الكوره. الاهلي بقى يعني بدا يعني يضيع فرص عده، وحسام مجيد برضه كان يحط واحده في نفسه، بس ما كانش فيه حظ خالص، الحظ ما كانش حليف الاهلي خالص. نزلنا الشوط الثاني بقى مع التغييرات، وبدانا يعني نستهلك وقت كبير جدا جدا في التغييرات. بدل النحاس نزل التغييرات بصراحه كلها رائعه، تغييراته كلها رائعه، ولكن كان من بدري لازم طاهر محمد طاهر باين جدا. كل الكور بتعطل عند طاهر. طاهر مشكله كبيره جدا جدا، لعيب نمطي، لعيب نمطي ما عندوش ابتكار، ما عندوش الحرفنه، ما عندوش ازاي اقدر اعمل دريبل باص بقى، اخش من جوه انوع من لعبي، اطلع لبره مره اعمل عرضيه على الارض، مش لازم كله عرضيات فوق في الهواء. شريف مش مميز خالص هوائيا، العب كوره على الارض، العب لتحت اللي جاي من تحت يحط الكوره، ما فيش عنده اي ابتكار خالص. لعيب نمطي ياخد الكوره ويطلع بيها في الاوت. استهلكنا وقت كبير جدا 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 كطاهر في اول تغيير، ولكن بعد كده لما غير بقى حسين الشحات، شفنا بقى اللعيب اللي عنده كواليتي وعنده عقليه وعنده مهاره وعنده ابتكار. لعيب نزل وفي الوسط في القلب مطرح ما قلنا كده، نزل خد الكوره حطها دريبل باص، شايف محمد شريف حاطها له في المساحه، محمد شريف طقطق ظهر حسام بن المجيد هات عليه نيمه في الارض، بعته يجيب سجاير على راي بيقول يعني، طقطق ظهره حطها بقى محمد شريف برضه هنا يعني لعيب كبير، حطها لحسين الشحات وهو جاي على طول، حسين الشحات من لمسه طق جون على طول. ده اللعيب اللي عنده ابتكار، عايزين اللعيبه اللي عندها ابتكار، عندها الفنيات عاليه، عندها المهاره، عندها الحرفنه، عندها الحلول. لعيب نمطي ياخد الكوره معروف هو هيعمل ايه، هو خلاص اللعيب المدافع اللي قدامه عارف هرفع هعمل له بلوك، هو هيرفع خلاص. ما فيش عنده ابتكار، ما عندوش فكره خالص. حسين الشحات نزل قلب الماتش خالص، قلبها راسا على عقب طولا عرضا. حسين الشحات راجل المباراه ما نوزمتش عن جداره واستحقاق. نزل غير المباراه، خد ضربه جزاء تاني من بنتايج، اشوف ضربه الجزاء ضربه جزاء مليار في الميه، ويعني كمان ياخد فيها كارت احمر وسنتين 2 سجن، مع يعني مع التنفيذ كمان مش مع ايقاف التنفيذ. مصيبه كارثه، خط وشيطه في بطنه وخدها حسين الشحات بمهاره كبيره، حط جسمه وخدها وراح طيب شاطه. ضرب الجزاء مليار في المية، ما فيهاش كلام. دخل تريزيجيه عمل الصح، صاروخ في وسط الجون. هي دي اللعيبه اللي عندها مسؤوليه، عنده مسؤوليه، عايز لازم اطلع كسبان باي طريقه، لازم اطلع كسبان. الاهلي كان بصراحه يستحق الفوز عن قرار واستحقاق، وهنجيب الكلام ده كله بالحالات. الاهلي امبارح ضيع يعني، ضيع فرص كتير عده، ضيعنا كور كتير جدا جدا جدا. الاهلي يقدر يطلع كسبان 4 و5 من الفرص المهدره، كان في عدم توفيق لبن شرقي بقى، وبعد كده احمد عبد القادر وحسين الشحات وديانج وعمر كمال. ديانج لعمر كمال مديله كره كوستاليتا، كوره كوستاليتا، لم واحد واثنين وثلاثه، ديانج لم الفرقه كلها وراح حطها له. حط بقى يا عم جون. ما اعرفش عمر كمال عبد الواحد، 50 علامه استفهام على عمر كمال عبد الواحد.
بعد الزمالك كمان ما دخل فيه الجون الزمالك انهار تماما. بقى الاهلي ممكن يقدر يروح يجيب جون واثنين وثلاثه واربعه، بقى في شوارع في دفاعات نادي الزمالك، ولكن لم يحسن استغلالها وكان في عدم توفيق في بعض الكور. ولكن الف الف مليون مبروك للاهلي وجماهير الاهلي ولاعيبه الاهلي. لعيبه كانوا عند الانتظار. هي دي لعيبه الاهلي لما يكونوا في مسؤوليه وفي حياه او موت، ماتش حياه او موت، لازم بتلاقي اللعيبه عندها اصرار وعندها عزيمه، عندها روح الفانيلا الحمراء. لعيبه النهارده فرحوا كل الجماهير، يستاهلوا الفرحه ويستاهلوا الفوز. ان شاء الله باذن الله يرجع الاهلي كسابق عهده على الصداره وعلى القمه نمبر 1 دائما وابدا. عندك سكواد كبير جدا جدا جدا. الناس اللي كانت بتتكلم على السكواد والاهلي ليه عامل زخم وجايب اللعيبه دي كلها يعمل بيها ايه، شفنا اللعيبه الاهلي جايب اللعيبه دي كلها ليه؟ علشان الاصابات اللي عندك اصابات عضليه رهيبه جدا. قلنا عشان خاطر اللياقه البدنيه. عندك لعيبه كتير قوي اصابات عضليه رهيبه جدا جدا عشان خاطر نقص اللياقه البدنيه عندك. فلو ما عندكش عمق السكواد ده ما كنتش هتشوف اللعيبه دي كلها، هتلاقي ما كانش هيبقى عندك حلول النهارده. فمع عوده المصابين، مع انك تركب الدوري وتحط قدم كبيره جدا جدا على اول التراك، هتركب الدوري. الاسد فاق. انتوا ما قدرتوش تستغلوا الغفله اللي كان فيها الاهلي في المستوى اللي الاهلي كان فيه. عمر الاهلي ما يبقى يعني 1% من المستوى السيء اللي احنا شفناه خلال الفتره اللي فاتت دي تاني. اللعيبه كلها بصراحه النهارده لعيبه كانت رجاله. في بعض عدم التوفيق ولكن ده وارد. ولو وصلت معانا ان شاء الله باذن الله لهنا، آه ما تنساناش من الدعم والاشتراك في القناه. وفي الختام سلام. ويبقى النادي الاهلي منتصرا، يبقى النادي الاهلي فوق الجميع.